90% من الناس بيخسروا فلوسهم بسبب أخطاء بسيطة جدا. يمكن انت نفسك بتعملها من غير ما تحس، لكن الفرق ان الأغنياء عارفين يتجنبوها كويس، وده السر من أسرار ثروتهم. في الفيديو ده هكشف لك أهم الأخطاء المالية اللي بتدمر جيبك، وازاي تبدأ من دلوقتي تحمي نفسك منها عشان تخلي فلوسك تشتغل لصالحك بدل ما تضيع منك. وانا جاي اقولك على اكبر 5 اخطاء احنا ممكن نقع فيها من غير ما ناخد بالنا، واخر واحدة هي اهم واحدة. خليك معايا. اولا خد بالك يا صاحبي وانت بتشتري المنتجات المجمع. يعني انت ممكن تلاقي عرض خد 2 ومعهم قطعة تالتة هدية، او منتجين مختلفين ملزقينهم كده في بعض وعليهم خصم 10%، وهكذا. انت بتكون فاكر ان انت كده ناصح وبتوفر، لكن هتلاقي نفسك صرفت فلوس على حاجات ملهاش لازمة الشهر ده، او ان انت ممكن تكون الحاجات دي مش محتاجها اصلا. فخلي بالك لا تقع في الفخ ده. تاني حاجة حابب اقولها لك ان انت تخلي بالك من المواد الغذائية والمشروبات اللي ملهاش اي 30 لازمة وما فيهاش اي قيمة غذائية. على سبيل المثال مشروبات الطاقة بانواعها، وطبعا المشروبات الكحولية. والشيء اللي ممكن انت تستغرب له، العصائر المعلبة الموجودة في السوبر ماركت التي لا تمت لا للعصير ولا للفاكهة بأي صلة. أخيرا وليس آخرا، المياه المعدنية. عاوز أقولك اوعى تتكسف من أنت تشرب مية الحنفية، حلال حلال حلال. أما من حيث الأكل فده أكتر شيء بنرمي فيه فلوس ومش بنستفاد منه في شيء. يعني لأن أغلب المواد الغذائية الموجودة في السوبر ماركت أو أفران الفينو مفيهاش أي قيمة غذائية، دي بتعمل دهون في الكرش على الفاضي. بل بالعكس أنت ممكن تشتري من السوق على قد احتياجك اليومي أو الأسبوعي بالكتير خالص. واهتم بأكل البيت، طبعا أنضف وأطعم ومغذي وطبعا أوفر. وأكيد مش محتاج أقولك خف رجلك على المطاعم والكافيهات شوية، ده في حد ذاته هيوفر كتير في الميزانية. ثالثا، وده مناسب مع بعض الناس، البعض ممكن يكون معه عربية، ده شيء حلو ومفيد بشكل كبير، لكن الزيادة الخزعبلية للبنزين بتخلي الواحد بيفكر 1000 مرة قبل ما يحرك العربية من مكانها. فلو مناسب ليك إن أنت تقضي أغلب مشاويرك بالمواصلات خصوصا البعيدة منها، ده هيوفر معاك بشكل جامد آخر الشهر. رابع حاجة يا صديقي هو إن في ناس بتتفزلك وبتودي روحها في داهية، زي اللي بيستثمروا في حاجة هما مش فاهمينها أصلا. لو سألته أنت بتستثمر في ده ليه، هتلاقيه بيرد بكلام هو أصلا مش فاهمه. على سبيل المثال الاستثمار في العملات المشفرة، هيقعد يملي دماغك بكلام كتير وكلام فاضي، وفي الآخر هتلاقي نفسك بتحط فلوسك في جيوب ناس تاني، وعشان تسحب من الفلوس دي لازم تستأذنهم الأول. وهنا هتلاقي مشكلة كبيرة، إن لو الشركة دي انهارت، وده الشيء ممكن يحصل في أي لحظة بالمناسبة، كده كل فلوسك راحت عليك. خامس حاجة وآخر حاجة وكمان أهم حاجة، الأدوية. حابب أقولك إن الصيدلية دلوقتي فيها أكتر من نوع دواء لنفس الشيء بنفس المادة الفعالة، لكن الاسم بيبقى مختلف. وإن سوق الأدوية ده سوق كبير ودي تجارة زيها زي غيرها. الهدف الأساسي هو الربح المادي، مش إن ستك تخف. فلو خفيت اشكر ربنا على نعمته. واحذر من الدعاية اللي بتحصل على بعض المنتجات زي المكملات الغذائية، لأن ببساطة لو أنت خدت احتياجك اليومي من الفاكهة